هلا والله. معاكم ده ايه يا اخي، والله صايره مشاكل الكلانات والمضاربات اللي بتصير مو طبيعيه وكثيره كثير كمان، لدرجه انه صار كل ما شخص يطلع من الكلان او حتى شخص يدخل على كلان ثاني او حتى شخص يترك موضوع الكلانات كله بالكامل يصير في مضاربه بين الفانز. هذا على اقل تقدير يعني المضاربه بين الفانز. بس اليوم غير عن جد، يعني اليوم غير. واليوم وبعد خروج ابو السعد من كلان باور صارت الناس تتهمه بالخيانه، وبعدها طلع وصرح عن المشاكل اللي صايره بينه وبين كلان باور. اوكي، وما صرح بشكل واضح وصريح، ولكن تكلم شوي عن الموضوع، بين شوي انه هو في اشياء مثل الفلوس كان لازم ياخذها ما اخذها، وفي اشياء ثانيه ما تكلم فيها. وباين انه طلع غير راضي من الكلان. يعني هو طلع من الكلان صح، انه راضي 100% انه طلع من الكلان، ولكن ما كان اخذ كامل حقوقه. وهذا كان واحد من الاسباب اللي اساسا ابو السعد ذكرها بالمقطع. مو بس هيك، يا ريت لو وقف الموضوع لهون، يعني حتى لدرجه انه طلعت اشاعات عن احمد ابو الشو انه هو كمان ترك كلام باور، وتدخل كثير ناس بهذا الموضوع. حرفيا كثير ناس من صناع المحتوى مثل دحوم ثلاث ساعات، احمد شونغ، اكس بونج، او حتى يوتيوبرز ثانيين كمان موجودين مع الكلالين. فان شاء الله بهذا المقطع بحكي لكم عن كل هذه الاشياء اللي صارت باخر فتره، ونحكي بالموضوع، بعطيكم رايي كمان بكل تواضع. والان حط لايك لو الى الان ما حطيت لايك، اشترك عندي في القناه لو الى الان ما اشتركت، خلونا نوصل 20,000 مشترك. وهاي اجمل التعليقات من اخر مقطع، اكيد ما راح انسى. والان خلونا نبدا. طيب، الموضوع كلياته بدا لما خرج ابو السعد من الكلان، لكن وقت الموضوع ما كان كبير لهي الدرجه. الموضوع كان عادي صراحه. يعني اوكي، طلعت شويه اشاعات عن ابو السعد انه خاين، وانه نفس لويس فيجو. اللي بيعرف قصه لويس فيجو بعد ما ترك برشلونه وراح لريال مدريد، صاروا يشبهوا ابو السعد بلويس فيجو وهذه الامور. ولكن ما بشوف انه الموضوع كان كتير كبير لحد ما ابو السعد نزل المقطع. لانه اول شيء كانت المشاكل بس بين الفانز، او كانت الاشاعات طالعه من الفانز بس. بكل بساطه لو تجاهلناها ما كان رح يصير اي شيء، حرفيا كانت رح تنتسى وخلص. طبعا خلونا نشوف بس بدايه المقطع اللي اعلن فيها ابو السعد دخوله لكلان فالكون وخروجه من كلان باور. راح اعرض لكم الان بس البدايه عشان تعرفوا وتفهموا شوي الموضوع اكثر. اغلبكم شاف اعلان دخولي الفالكونز، وبعد اكثر من 100 يوم قطعه ترجعوا تدخل الفالكونز بدون ما تعلمنا. لكم حق يا جماعه اني اوضح اكثر من حاجه. واول شيء اعتذر على القطعه الطويله، ولكن والله ما كان بيدي شيء. بس قبل لا نبدا اي حاجه نقدر نقول اليوم ولله الحمد ان هذا هو اول مقطع لي مع تيم فالكونز اي سبورت. توكلنا على الله. رب الكعبة انك نورت ابو السعد. ليش طلعت من الاساس؟ حط في بالكم يا اخوان ان انا سعيت مره الموضوع الخروج السلمي، وان الكل يطلع بافضل طريقه ممكنه، ان تكون النهايه خرافيه وشكرا وجريتنجز وامان الله. بس في امور عثرت هذا الشيء، وفي امور يا جماعه بسيطه ان شاء الله انها تيجي مع الوقت. ظني بالله سبحانه اول شيء مره كبير، ان لله حق ان شاء الله ما راح يضيع. فيه مبالغ ما استلمتها، وان شاء الله انها جايه في الطريق. وللتوضيح في تفاصيل واسباب خلتني اطلع اهم بكثير من الاسباب الماديه اللي ذكرتها، ولكن احتراما لبعض الاشخاص ما راح اشاركها، وايضا لان ما هو ضروري انكم تعرفون هذه الاشياء. لكن تاكدوا اني ما طلعت فقط لاسباب ماديه، في اسباب كثيره ثانيه. على اثر هذه الامور، عشان اكون على صفحه بيضاء قدامكم وواضح، طلعت بمحامي، وهذا حق قانوني لي 100%. وفي الاول والاخير شكرا بحجم السماء للجمهور، الله يعطيهم العافيه، ما قصروا. عافيه والله يوفقني ويوفقهم في الجاي ان شاء الله يا رب. طبعا مثل ما شفتوا باين إن من طريقه كلامه انه في اسباب غير الاسباب الماديه خلته يطلع من الكلان، وهاي الاسباب ممكن تسبب مشاكل كثير، وعلى الاغلب مشان هيك هو قرر انه ما يتكلم فيها. وطبعا مثل هيك مقطع منزله ابو السعد عم بيحكي فيه عن كلام باور، عن الاشياء اللي صارت معاه، اكيد ما بيكون منزله قبل ما يخلي محامي يراجع المقطع، وهذا شيء طبيعي جدا. فهذا قد يكون واحد من الاسباب كمان اللي خلت ابو السعد انه ما يحكي عن كل الاسباب اللي خلته يطلع من الكلان. بصراحه انا وبرايي سالفه خروجه ودخوله لكلان تاني، او حتى دخوله لكلان تاني قبل حتى خروجه من كلان باور، سالفه انا بشوفها مو طبيعيه ممكن نحكي، لانه ما في حدا بضل بكلان وبدخل مع كلان تاني بنفس الوقت. ولكن ما بشوفها شيء يعني مجنون او شيء غير منطقي، بالعكس تماما. عادي جدا اي شخص يغير الكلان، عادي جدا اي شخص يطلع من الكلان ويدخل لكلان تاني. ما بشوف الموضوع انه اوه واو صدمه، لا يا اخي، بالعكس هذا اقل حقوقه، وهذا ممكن يصير مع اي يوتيوبر مع اي كلان. ممكن عادي جدا بندر يطلع يدخل باور، او حتى مثلا شونج يطلع من باور يدخل لفالكون او لتيو او لاي كلان تاني، عادي جدا ما بشوف فيها اي مشكله. صح انه هم اللي بنوا الكلان، صح انه الكلان مبني عليهم تقريبا بما انهم اكبر صناع محتوى في الكلان، ولكن ما بشوفه موضوع
صادم بصراحة. ومشان هيك ما كنت فاهم ليش الناس كانت عم تتهم أبو السعد بالخيانة بصراحة. يعني هو مش أول ولا آخر شخص بغير كلانه، فيعني والله الموضوع ما له واضح أبدا. طيب الآن خلينا ننتقل للبيان الرسمي اللي نزله كلان باور، واللي عمل عليه ردة فعل بسيطة أحمد شونغ. طبعا مثل ما شفتوا هذا البيان بيوضح إنه عقد أبو السعد لا يزال مستمر مع باور، وإنهم عم بيعملوا عشان أو عم بيشتغلوا على إنه يحلوا الموضوع بشكل بيتضمن حقوق الجميع. تمام، وباين انه الموضوع ماشي تمام الى حد الان يعني. فهل الموضوع انتهى على هون؟ اكيد لا. خلونا نشوف المقطع المسرب اللي اتهموا فيه احمد شو انه كان في مقر باور وقت انضمام ابو السعد او اعلان انضمام ابو السعد لباور. فيعني احمد شو كمان انضم لباور، وطلعت هذه الاشاعات اللي مالي فاهم صراحه من وين، مالي فاهم اساسا كيف طلعت. خلونا اورجيكم المقطع بالله يا جماعه ورب الكعبه منور ابو السعد، بس اقسم بالله كأن طيب اول شيء هذا عادي جدا ما يكون احمد شو يعني، بس للتوضيح انه حرفيا الشخص اللي ورا مو واضح بالمره، مو واضح ابدا اذا كان فعلا احمد شو او لا. هذه اول شيء، بس طبيعي الناس بتحب الدراما تطلع شائعات. ثاني شيء حتى لو افترضنا انه هذا احمد شو تمام، مو بالضروره يكون انه انضم لفالكونز اوكي، لانه مثل ما بنعرف احمد شو عنده اصحاب من كل الكلانات يا اخي، من جميع الكلانات. حتى عنده اصحاب بكلان فالكون اكثر من باقي الكلانات. يعني عنده اصحاب كثير بنزل معهم مقاطع، والموضوع طبيعي. فعادي جدا يكون متواجد هناك عشان يسجل مقطع، يعني مو بالضروره يكون انضم معاهم. يعني انا مالي فاهم بصراحه، مو لانه متواجد بالمقر يعني هو انضم معاهم، لا يا حبيبي عادي. يعني اساسا هو كان مسجل مع ابو عمر، ومسجل مع عزيز، وسجل حتى مع ابو عبير، وسجل مع كثير يوتيوبرز ثانيين اساسا من كلان فالكونز. فصراحه بشوف الشائعات هاي اللي عم تطلع غبيه جدا، واللي بيصدقها بصراحه عين عقولكم يعني. كومون مان كومون. طبعا بعدها طلع كثير ميمز عن الموضوع، واللي هي افضل فقره بالنسبه لي وافضل شيء من كل شيء صار حرفيا. لانه دائما هاي المشاكل اللي بتطلع خصوصا مشاكل الكلانات، صدقوني انا لو ما في عليها مشاهدات ما كنت رح انزل المقطع. والله لو ما كانت بتجيب مشاهدات ولا كنت نزلت مقطع عنها. ولكن افضل شيء حرفيا انا بحبه بعد ما تصير كل هاي الدراما هو الميمز. من الاخر الميمز والله شيء ثاني، شيء تاريخي الميمز. طبعا عندنا على سبيل المثال ميمز المحامي للي مثل ما انكم شايفين ما شاء الله محامي مرموق، اكيد هو اللي دقق وراجع مقطع ابو السعد قبل ما نزل على اليوتيوب يعني. وحتى دحومي غرد على تويتر وكتب ابو السعد هطف. يا اخي بتحس دحومي هيك بيمون على الكل، عنده موانع على كل اليوتيوبرز. تحس اي يوتيوبرز تساله كيف بديت اليوتيوب، مين اللي حفزك، بقول لك دحومي 3 ساعات. خلص يا حبيبي. طبعا وبعدها نزل دحومي 3 ساعات صوره وكتب عليها انطرد من قصر باور لاني اطالب بمستحقاتي. يا اخي والله العظيم دحومي مو طبيعي يا اخي. الناس رايحه تدخل محاكم ومشاكل، ودحومي على تويتر شوفوا بالله فال امها اقسم بالله. لو شوفوا شكله اتحداكم تلاقوا صوره واحده بس لدحومي وهو مبتسم، صوره واحده بس. على العموم لو حابين نعمل مقطع ميمز للسالفه كلها اللي صارت فاكتبوا لي بالتعليقات، ما عندكم اي مشكله بنساوي وبنضحك مع بعض ليش لا. وانا بشوف بصراحه من الاخر الموضوع كان اكبر من اللازم، بس بتحس انه ما كان لازم يطلع للناس والشعب. يعني بتحس انه حرفيا لا يخص المتابعين. والشيء او الجزء الوحيد اللي بخص المتابعين انه ابو السعد خرج من باور دخل لفالكون اوكي. معلش لو لخبطت بالاسماء كثير هاي اليوم، لا اسماء الكلانات، بس حرفيا صايم وسجلت المقطع وكنت مسجل قبله مقطع وتعبان. بس حرفيا موضوع ما بخص المتابعين. المتابعين بيكفي انهم يعرفوا انه ابو السعد طلع من هون دخل لهون، بس نقطه انتهى. ما مهم انهم يعرفوا كل التفاصيل والمشاكل اللي صارت بالكواليس وبالخلف، لانه هذا الشيء رح يسبب مشاكل ورح يسبب فتنه. ونحن مثل ما بتعرفوا كلياتكم يعني بشهر فضيل، يعني خلينا نخفف فتنه، خلينا نحسن الظن، خلينا يا اخي ما نشك ببعض، خلينا ما نسب احد بس عشان حدا تاني يعني. وهذا الشيء اللي بيصير صراحه وابدا ما له هين. يعني بتلاقي شخص بسب شخص تاني عشان يوتيوبرز هو كان يحبه او هو بحبه. فكمان يعني اعقلوا وتذكروا ان نحن بشهر رمضان بالبدايه بالنهايه شهر الايمان والخير يعني. طبعا هذا كان رايي الاسطوره المسطره المتواضعه داي. بتمنى يكون المقطع عجبكم، واكيد انتظروني بالمقاطع الجاي. في مقاطع سجلتها اسطوريه ومتاكد انه راح تعجبكم. كل اللي عليكم بس انكم ايش تشتركوا في القناه، تابعوني بس انتظروني. وبالمناسبه في مقاطع نزلتها مقطعين، مقطع ميمز رمضان ومقطع اعلانات رمضان، وفي مقطع كمان كان عن خواطر داي. روحوا شوفوا المقاطع والله انها راح تعجبكم، انا متاكد انه راح تعجبكم. تعبنا عليها تعب مو طبيعي. بس والله بتمنى تتابعني على الانستغرام، تحط لايك. كان معكم داي وبيس. رمضان يا شهر الإحسان، شهر الغفران، رمضان رمضان، شهر الغفران، رمضان 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 رمضان.